أهلا بيكم في رسائل المنام. النهاردة معانا حلم جديد جالنا من متابعة على صفحة رسائل المنام على اليوتيوب. خلينا نبدأ ونسمع الحلم. المتابعة بتقول: شفت كلب بيج جايب لي حاجاتي اللي كانت ضايعة، منها شنطة عندي في الحقيقة لونها بيج، وكنت مستغربة شوية، بس كنت عادي علشان كان شايلها بعيد عن لعابه حوالين رقبته. وكنت بقول لواحدة مجهولة إني حبيته، قالت لي بمعنى إن الكلاب حلوة، وفي الآخر قالت إنها أنسة. طيب، تعالوا دلوقتي نشوف تفسير الحلم. أولاً، رمز الكلب البيج. الكلب في الأحلام له معنيين حسب شكله وتصرفه. لو شرس معناه عدو أو شخص سيء، ولو أليف ومفيد يبقى شخص وفي أو حد بيحاول يساعدك. وإنتي شفتيه لونه بيج، لون هادي ومحايد. رجعلك حاجتك الضيعة، شايل الشنطة بعيد عن لعابه، يعني حافظ عليها، وإحساسك كان عادي ومفيش خوف. ده كله معناه إيجابي. تفسير الحلم إن الحاجات الضيعة بترمز لفرص أو أمل أو حاجة كنتي حاسة إنها ضاعت منك، زي ثقة، علاقة، عرض أو فرصة. إن الكلب رجعها ليكي ده يدل إن في شخص هيكون سبب في رجوع حاجة ليكي، أو تعويض عن خسارة قديمة. والشنطة تحديداً بترمز لأسرارك، قيمتك، مستقبلك، وتجهيزاتك لحياة جديدة. ولونها بيج في الحقيقة كمان ده تأكيد إن الرسالة مباشرة ليكي ومش رمزية بس. أهم نقطة بقى إن الكلب هنا غالباً بيرمز لراجل، شكله بسيط أو مش تقليدي. ممكن الناس تبصله نظرة مش كاملة، لكنه وفي ونيته طيبة، وهيكون سبب خير ليكي. وإنك قلتي حبيته ده معناه إن قلبك هيتقبله. والست المجهولة اللي قالت إن الكلاب حلوة دي ممكن تكون صوت داخلي جواكي أو حد هيشجعك عليه. الرسالة من حلمك بتقول إن في شخص هيظهر في حياتك أو موجود بالفعل، مش مثالي في الشكل أو المستوى اللي كنتي متخيلاه، لكنه هيكون أمين وسبب راحة وأمان، وممكن يعوضك عن حاجة ضاعت منك قبل كده. لو عندك حد حالياً متقدم أو ناوي يتقدم، الحلم ده بيقولك بصي لنيته وقلبه أكتر من شكله أو انطباع الناس عنه، والله أعلم. لو حلمك قريب من اللي اتقال في التفسير ده، اكتبيلي في الكومنتات تحت الفيديو. واللي عنده حلم محيره أو متكرر يشاركه برضه في الكومنتات بالتفصيل، يمكن تفسير صغير يبدل إحساسك ويطمنك. ما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا الجرس وتستنوا تفسير حلم جديد من رسائل المنام.